بالنسبة للناس اللي خدت رفض في السفارة الأمريكية، تابع الفيديو ده علشان فيه حاجات مهمة جدا هتكون محتاج تعرفها بالنسبة لمقابلة السفارة الأمريكية بعد الرفض اللي أنت خدته. لو أنا اترفضت مرة، هل أقدم تاني ولا لأ؟ لو أنا اترفضت مرتين، أقدم تاني ولا لأ؟ لو اترفضت 3 مرات، أقدم تاني ولا لأ؟ هقول لك قدم تاني بكل بساطة، ولكن لازم تكون مجهز حاجات مهمة جدا. أول حاجة، لو أنت ما عندكش سفريات واترفضت في السفارة، حاول تعمل سفريات وبعدين قدم تاني. لو انت شايف ان انت اتظلمت في السفاره وموقفك كويس وعندك سفريات كويسه وعندك آه، وظيفه كويسه وشايف ان انت مؤهل، قدم من تاني يوم من غير اي تردد تماما. ولو دخلت على نفس الاوفيسر اللي عمل معاك المقابله، هتطلب ان انت تغير المقابله لاوفيسر تاني. وفي الغالب لو دخلت لنفس الاوفيسر وهو فاكر شكلك او هو عارف ان هو اللي عمل معاك المقابله، هيخليك تروح لشخص تاني يعمل معاك المقابله. دلوقتي في ناس كتير جدا بتسأل على موضوع انا خدت رفض، اقدم تاني امتى؟ قدم بكره، قدم بعد بكره، قدم في اي وقت. مفيش وقت ثابت، مفيش وقت محدد بيقول انت ممكن تقدم امتى لو اخدت رفض في السفاره الامريكيه. ولكن انت لازم تكون عارف ان انت في حاجات مهمه حاسس ان انت اترفضت بسببها، لازم تكون الحاجات دي هتعالجها تاني. او عارف انت، يعني في ناس بتبقى حاسه ان هو في سبب محدد اترفض علشانه، وطبعا مفيش حد بيكون عارف السبب الحقيقي للرفض بتاعه. ولكن لو حاسس ان في حاجه معينه انت اترفضت بسببها، ممكن نشتغل عليها في الابلكيشن الجديد ونقدم لك مره تانية. وبنعمل زي صيغه كده بسيطه في الابلكيشن في سبب الرفض، بنقول مثلا ان انت ممكن تكون اترفضت ليه. فلما بتدخل المقابله في السفاره مره تانية، بينظر للمقابله بتاعتك بشكل افضل.